وحشتنا يا أهلي، والله العظيم وحشتنا. مهما كانت المشاكل، مهما كانت الأزمات، مهما كانت النتائج، بس الأيام من غير الأهلي ومن غير ماتشات الأهلي ملهاش طعم. خليني في الأول عايز أسألكوا سؤال في الأول، هو احنا كجمهور الأهلي بنساعد الأهلي ولا بنهد الأهلي؟ يعني احنا كجمهور بنساعد الأهلي ولا بنهد الأهلي؟ عايز أعرف رأيكم في الموضوع ده في الكومنتات وهقول لك ليه. الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة، محدش ينكر دوت. مشاكل كتير، أزمات، نتائج، هجوم ونقد من الجمهور للعيبة والإدارة، وده كان طبيعي. كان طبيعي للحالة اللي كان فيها الفريق، للحالة اللي كان بيمر بيها الفريق، للحاجات الكتير الغلط اللي كانت بتحصل، المشاكل وقت اللبس، الأداء، النتائج، خروج من أفريقيا، كل اللي حصلت ديت. فكان طبيعي إن ده يبقى رد فعل من الجمهور اتجاه اللعيبة والإدارة، حبا في الكيان وحبا في النادي الأهلي. بس دلوقتي احنا داخلين على مرحلة مختلفة. المرحلة اللي احنا داخلين عليها، ركزوا معايا معلش، مرحلة مختلفة. داخلين على مرحلة الحسم، أكون أو لا أكون. الأهلي راجع من التوقف الدولي وفاضل 6 ماتشات في الدوري. 6 ماتشات الحسم، 6 ماتشات زي ما بقول لكم، أكون أو لا، أو 6 ماتشات أكون أو لا أكون. بمعنى إن أنت 6 ماتشات دول يا هتطلع ببطولة الدوري وتلعب في أفريقيا، يا هتطلع 0 بطولات والله أعلم تلحق في أفريقيا ولا تلعب كونفدرالية. تعالى نحسبها بالعقل. انت عندك 6 ماتشات ب 18 بونت، اي تعثر في 6 ماتشات فانت الدوري ضاع منك. خدها خلاص، هما 6 ماتشات اتعثرت، اتعادلت ماتش واحد، الدوري ضاع منك. يبقى نركز احنا كجمهور دلوقتي على ايه؟ نركز ان احنا ندعم الفريق، ندعم اللعيبه، ندعم الاداره، والاهم من كل دوت ما نسلمش لعيبتنا الجمهور المنافس. بالله عليكم انتقد وهاجم وقول لكل اللي نفسك في مصلحة الأهلي، بس ما تسلمش لعيبتك لجمهور المنافس. احنا وصلنا لدرجة ان خلينا ناس ملهاش لازمة تطلع تقول لك تتكلم على محمد هاني وتقول لك هو محمد هاني ده ازاي يبقى كابتن المنتخب؟ هل انت كجمهور الأهلي لو بتدعم محمد هاني او بتنتقد محمد هاني في حدود المعقول، كان حد يقدر قال كده؟ كان هم شايفين ان جمهور الاهلي قالب على محمد هاني، قالب على محمد هاني، قالب على محمد هاني، كوميك بقى وكل حاجه، والتريقه ساعات بتزيد عن حدها قوي. فلا يا باشا، ايه، نركب السلام، وكده كده جمهور الاهلي قالب عليه، محدش هياخد باله منا ومحدش هيهاجمنا من جمهور الاهلي. فده غلط، انت بتسلم لعيبتك للمنافس، تخلي المنافس يبقى سهل عليه قوي يهدك ويهد لعيبتك. وخلينا اكون صريح معاكم برضو، اللي حصل الفتره اللي فاتت من هجوم وعلى الاداره وكل الكلام اللي حصل ده وعلى اللعيبه، كان معانا حق فيه، او كان جمهور الاهلي معاه حق فيه، وكنا زعلانين وكل حاجه. بس الهجوم والنقد زي ما بقول لك يبقى في حدود يا باشا. انت بتهاجم وبتنتقد حبا في الكيان وحبا خايف على مصلحة الكيان وكل الكلام ده على عيني وعلى راسي، بس انا ما ينفعش اسلم لعيبتي الجمهور المنافس. ما ينفعش بمعنى اصح اديله جاز، خد يا باشا بطلوا كوره. هو ده اللي بيحصل دلوقتي مع محمد هاني، بيحصل دلوقتي مع زيزو، بيحصل دلوقتي مع الشناوي اللي كابتن فريق النادي الاهلي، شاء من شاء وابى من ابى. خلاص فتره وانتهت كل حاجه، فتره شباب، بس سيظل محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي. فما ينفعش انا اخلي او اتريق على كابتن فريقي بطريقه تخلي المنافس يزيد فيها، وبمعنى مش عايز اقول يركب اللعيب فيها، بس ده اللي بيحصل. عمر ما كان جمهور الاهلي كده، طول عمر جمهور الاهلي بيهاجم وبيضغط وبينتقد، بس كل ده في حدود. عمر جمهور الاهلي ما سلم لعيبته بالطريقه ديت لجمهور المنافس. عمر جمهور الاهلي ما كان عمل اللي بيحصل الفتره ديت، مش من كل طبعا، من بعض الناس. وخلي بالك انا اكتر واحد هاجمت لعيبه واداره الفتره اللي فاتت، طلعت قلت افشل اداره وي. شوف الفيديوهات. بس ما ينفعش تسلم لعيبتك لجمهور المنافس. هم دلوقتي بيحاولوا يعملوا الكلام دوت مع مين؟ عايزين يقضوا على شوبير، على زيزو، على بيقولوا الترجي بيعمل مع بن رمضان. انت فاهم قصدي؟ فانت حافظ على لعيبتك يا باشا، هاجم كده. ومش وقت هجوم ولا نقد دلوقتي، ولا وقت هجوم ولا وقت نقد ولا وقت اي حاجه، ده وقت الدعم. 6 ماتشات ب 18 بونت يا باشا، اخد الدوري شكرا. 6 ماتشات ب 18 بونت، وقت الدعم، ده وقت الدعم. اركن اي خلافات، اركن اي هجوم، اركن اي نقد دلوقتي، وادعم فريقك وادعم لعيبتك في ال6 ماتشات دول. وبعد 6 ماتشات في نهاية الدوري نعمل كشف حساب للعيب لعيب، والعضو عضو في مجلس الإدارة، من أكبر واحد لأصغر واحد.
لكن دلوقتي ده وقت دعم. فست ماتشات بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم اركنوا اي حاجه ست ماتشات دول، واركنوا التريقه على اللعيبه، واركنوا النقد، واركنوا الهجوم، واركنوا كل حاجه، وادعموا الفريق في الست ماتشات دول. كسبنا ماتش والاداء وحش يا باشا، ادعم لسه في 5 ماتشات تانيين. المهم اهم حاجه بكسب. نشوف الاداء ده الموسم الجاي، نشوف الموسم الجاي لسه هنعمل. بس انا بالنسبه لي الاهم يا باشا 6 ماتشات 18 بونت تاخد الدوري. افهمني. انا مش هتبقى وحشه قوي لو طلعت بموسم صفري، هتبقى وحشه قوي لو انا مش عارف ولا هلعب كونفدراليه ولا هلعب دوري الابطال. كلنا مقدرين، كلنا كنا زعلانين، كلنا شفتوا، انتوا شفتوا اللي انا عملته الفتره اللي فاتت بعد ما خرجنا من افريقيا. بس ده وقت الدعم، وقت الدعم. وبالله عليكم تاني ما تسلموش لعيبتكم لجمهور الزمالك. مش هقول لك بقى ما تسلموش لعيبتكم لاي جمهور، لا جمهور الزمالك ولا جمهور الترجي اللي بيعملوا مع برمضان. ما تسلموش لعيبتكم، ما تساعدوش في دوت، ما تخلوش ناس ناس ملهاش لازمه، ملهاش لازمه تاني تطلع تقول ده ازاي كابتن وده مش كابتن وده ازاي بيلعب في الاهلي وده يستحق جنيه وده يستحق نص جنيه. ما تخلوش حد يعمل كده، ما تدوش الفرصه لحد ان هو يعمل كده. لان وقت الازمات بيظهر جمهور الاهلي. وجمهور الاهلي هي بتتقال في الشده انا برضو ظهره، انا ليدر الامام. فوقت الازمات جمهور الاهلي ظهر النادي، جمهور الاهلي اللي بيحمي النادي، جمهور الاهلي اللي بيحمي لعيبه النادي. طول عمرها كده وطول عمرها ماشيه كده. فمش هنيجي دلوقتي ونغير اتجاه البوصله. جمهور الاهلي ادعم فريقك، ادعم لعيبتك ال6 ماتشات دول. وفي نهايه الدوري او في نهايه الموسم، هو اخر 6 ماتشات في الموسم، نشوف بقى هنمشي المدرب مش هنمشي المدرب، هنعمل ايه، هنجيب مين مش هنجيب مين، هنهاجم مين. اركن كل حاجه دلوقتي. ده لو انت فعلا بتحب الاهلي، لو انت فعلا بتحب الاهلي ادعم بس. كسبت ماتش باداء وحش ادعم، ادعم ال6 ماتشات دول. اركن اي حاجه تانية دلوقتي بالله عليكم. 6 ماتشات هترجع الروح، هتضيع موسم كامل، موسم كامل مش مستحمل حتى اللي انا ايه دي هو كله ضاع. يعني الموسم كله ده مفيش فيه غير الدوري، مفيش فيه غير ان انا العب افريقيا السنه الجايه. كفايه انا لسه خسران ومش هلعب انتر كونتيننتال وفي لسه كلام على كاس العالم. فكفايه كل دوت يا باشا، انا ما قداميش غير الدوري، ما قداميش. ومش صعبه 6 ماتشات، مش صعبه. انزل يا باشا اكسب سيراميكا واكسب سموحه، بعد كده بيراميدز دوس على وشه والزمالك دوس على وشه. اثبت لجمهورك انك مع ان انتوا بتعملوه ده، قول لهم انتوا كنتوا غلط، ما كناش في مستوانا وفي حالتنا. بس احنا لعيبه الاهلي واحنا النادي الاهلي. انزل اثبت كده، رد في الملعب. دي رساله لعيبه النادي الاهلي بقى، اركن موضوع الجمهور على جنب. دي رساله مني لعيبه النادي الاهلي. عندك ماتش سيراميكا يوم الثلاث، وبعديه سموحه، باذن الله مكسب بالاثنين. عندك يوم 27 او في اخر الشهر يعني ماتش بيراميدز، انزل دوس على وش بيراميدز. بعدها ب3 ايام 1/5 ماتش الزمالك، دوس على وش الزمالك. قول للجمهور، قول للجمهور، قول لهم لا احنا موجودين. عرف الناس كلها، الناس اللي كانت بتنتقدك سواء جمهور الاهلي او غير جمهور الاهلي، كانوا بيشتموك من غير جمهور الاهلي، الناس بتطلع في الاعلام تقول ما يستحقش يلعب في الاهلي. قول لهم لا يا باشا انا العب في الاهلي. قول لهم احنا النادي الاهلي. عرفوا مين، عرفوا مين اللعيبه اللي بتلعب. حسوا بقيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه. وكل الدعم ليكم في ال6 ماتشات دول، كل الدعم، الدعم باقصى مما تتخيلوا. وده لاجل الاهلي، لاجل الاهلي. فكل الدعم، لعيبه، مجلس اداره، جهاز فني، كله بلا استثناء داخل النادي الاهلي، كل الدعم في ال6 ماتشات دول. وحاجه اخيره تاني عايز انبه عليها، انا قلتها كذا مره في الفيديو، بس ابوس ايديكم، ابوس ايديكم. انا قلتها كذا مره في الفيديو، بقولها لكم دلوقتي، ابوس ايديكم. هاجموا وانتقدوا في حدود، ما تتريقوش على لعيب زياده عن اللزوم. ما تسلموش لعيبتكم للجمهور المنافس. تاني هقولها لك زي ما قلت لك في الفيديو، ما تخليش ناس ملهاش لازمه، ملهاش لازمه. الواحد مقهور، ما تخليش ناس ملهاش لازمه تقول لك دوت ازاي كابتن منتخب مصر، ودوت ازاي مش عارف ايه، ودوت ازاي مش عارف ايه. هي ناس ملهاش لازمه اصلا. ناس ما كانتش تحلم انها تتكلم على اللعيب جوه النادي الاهلي ايا كان هو مين. بس لا، جمهور الاهلي ما بيتكلموش. لاحظ انت كده كل اللي بيطلعوا ياخدوا ترند في الاعلام ما بيتكلموش الا على الناس اللي جمهور الاهلي قالب عليها. جمهور الاهلي قالب على محمد هاني ودايما بيتريق على محمد هاني وازاي ده باك يمين وازاي. لا يا باشا، اطلع ركب محمد هاني الترند واتريق على محمد هاني وي. وجمهور الاهلي مش هيتكلم عشان هو قالب عليه.
جمهور الاهلي قلب على امام عاشور، يطلع يمسك امام عاشور تك 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 تك، والجمهور الاهلي مش هيفتح بقه عشان امام. مفيش الكلام ده، عمر جمهور الاهلي ما كان كده. انت لما اتكلمت عن محمد هاني بالرغم ان الجمهور كان بينتقده مسكوك هلهلوك، واتهلهلت على السوشيال ميديا ونزلت اعتذار انك ما تقصدش، وغيرك كتير وامثله كتير. واحد زي الهجاص دوت، مين ده عشان يطلع يقيم لعيبه الاهلي؟ فما تسلموش لعيبتكم الجمهور المنافس، حافظوا على لعيبتكم ودعموا لعيبتكم زي ما قلنا، الست ماتشات مفيش غيرهم في الموسم، وباذن الله باذن الله باذن الله الدوري في الجزيره.